سمعت عن الايس؟ اياك والايس يا صاحبي. قبل ما اقول لك الايس ممكن يعمل ايه، يكفي اقول لك ان اللي قدامك في الصوره دي من كام يوم بس هي وجوزها لسه اخدين حكم باحاله اوراقهم لفضيله المفتي. وللعلم لا كان ليها في حاجه ولا عمرها جربت ولا حتى كانت بتدخن، واتقال لها برضه هتجربي مره وبس ومره مش هتعمل حاجه، ويا ستي ده احنا النهارده جايين نتبسط، جربي مره هتخسري ايه؟ لكن خسرت حياتها كلها. سماح ست ربنا ما وفقهاش في اول جوازه ليها، واول زوج ليها خلفت منه بنتين بنات زي القمر، لا كان ليهم ذنب في اي حاجه هتحصل ولا حاجه حصلت قبل كده. فكان في واحد يبان عليه الاحترام جدا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ملوش في اي حاجه وكل المنطقه بتشهد باخلاقه. فالراجل ده اتعرف على سماح وظروفهم الى حد ما كانت قريبه من بعض، والراجل قرر ان هو يعرض الجواز على سماح، فسماح وافقت. هتلاقي فين واحد محترم بالاخلاق دي؟ من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، يعني من الاخر حد تقدر ان تستأمنه على بناتها. وبالفعل يتجوزوا، واول اسبوع سماح كانت بتقول ده كان قمه في الاحترام، ما كانش بياخد منها قرش واحد ويقول لها لا، طول ما انا عايش انا اللي اصرف. وسماح كانت كل يوم تدعي له، الا ان بعد اول اسبوع في اليوم الثامن بالظبط لقت الراجل ده في جيبه كيس. الكيس في حاجه كانت فاكراها في الاول عباره عن سكر نبات، الا انها اتفاجئت في الجيب الثاني في حاجه شبه اللمبه صغيره كده. وهنا قررت تواجهه، قالت له بقول لك ايه، انا لقيت دول في جيبك، ايه دول؟ قال لا 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 سيبيهم، دول حاجات بتوع الشغل. الا انها اتفاجئت لقيته بالليل عمال يسحب من البتاع ده باللمبه وبيشربه. راحت هنا وواجهته، قالت له انت ازاي تعمل حاجه زي دي في البيت؟ انت مش عارف ان في بنات؟ قال لا 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 انت فهمت ايه؟ انت فاكره حاجه من اللي بتضيع المخ والكلام ده؟ دي حاجه بتفوقني في الشغل. واتخانقت معاه وعملت معاه مشكله، الا انه تاني مره حاول يقنعها انها تجرب. ما هو الراجل برضه عايز يشرب في البيت وحاسس ان سماح هي اللي وقفله في الموضوع، فازاي هيشرب؟ يقنع سماح تشرب معاه. وفضل يقنعها يا ست جربي مره مش هتعمل لك حاجه. وبالفعل سماح تقرر انها تجرب مره معاه. ولو انت ما تعرفش، فالايس ده اول مره بيحسسك ان انت مبسوط جدا وان الحياه كلها ورد وبيوهمك بده، بس يكفي اقول لك انه بيفرز الدوبامين في المخ بكميه رهيبه. ولو انت ما تعرفش، فالكميه دي تشابه الكميه اللي بيفرزها المخ وقت سكرات الموت. مش بتسمع دايما عن جمله اصل فلان ده وهو بيتوفى فضل يحكي لنا عن حاجات شافها؟ هو ده اللي بيعمله بالظبط الايس، كانه بيشيل الغشاء ده من على عينك، بيوهمك بحاجات قدامك هي مش موجوده. وقالت وعشت مبسوطه اول يوم وحاسه ان الدنيا كلها جميله، وبالفعل بيخليني مركزه في ادق التفاصيل. الا ان تاني يوم حسيت ان جسمي منمل ومش قادر اتحرك ولا عارف اعمل اي حاجه. لقيتني داخله عليه الاوضه وبقول له معاك من البتاع بتاع امبارح ده؟ قال لها معايا اخر شويه، ساعه كده نقوم نجربه. وهنا كان بيشوفني هقدر اصبر الساعه ولا لا، وهو كان عارف ومجرب، لاني فعلا مش قادر اصبر على الساعه دي. قلت له لا لا قوم دلوقتي عشان نقوم ونكرر اللي احنا عملناه. بعد كده بدا يقول لي بقول لك ايه، انا بنتك الكبيره دي عجباني. وهنا كانت الصدمه بالنسبه لي، ازاي يطلب حاجه زي دي؟ وعملت معاه مشكله كبيره وقلت له بقول لك ايه، لو ما رجعتش عن اللي في دماغك هسيب البيت وامشي. لكنه كان عارف ان هحتاجه كده كده تاني عشان الكيس اللي في جيبه. اليوم ده حرمني ان اخد من الكيس اللي معاه. لقيت نفسي مش قادر اعمل اي حاجه، انا مش على بعضي ومش مركزه وسرحانه. لقيت نفسي رايحه له بقول له لو تحب ان انت تحاول انت مع البنت جرب. وبالفعل راح، لكن البنت هنا عملت معاه مشكله كبيره وجت تشتكي لي. لقيت نفسي فقت من طريقه كلام بنتي ليا وبتقول لي يا ماما انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ انت ازاي بقيت بالمنظر ده اصلا؟ لقيت نفسي صعبت عليا نفسي وخدت البنتين ومشيت. لكن بعد ما مشيت انا فضلت تعبانه جدا، والبنت هنا فضلت كل شويه تشوفني في حاله تقول لي يا ماما انت ايه اللي وصلك لده؟ قلت لها بص يا حبيبتي، الحل الوحيد ان احنا نرجع وتوافقي على اللي طلبه منك عمو. لقيت البنت عشان انا صعبان عليها ولانها كانت صغيره في السن اقتنعت، قالت لها خلاص يا ماما نرجع مش مهم، وما عنديش مشكله على اي حاجه يطلبها بس ترجعي كويسه. ولانهم الفتره دي كانوا متطلقين كلمته وقالت له بص ردني واللي انت عايزه انا هعمله لك. قال لها طب والبنت؟ قالت له والبنت موافقه بس تجيب لي كيس من اللي معاك دول. وبالفعل رجعوا مع بعض، والكلام ده كان اخر سنه 2024، وكان كانه متجوزها هي والبنت. فضلوا على الحال ده حوالي 6 شهور، الا ان لقيته بيطلب منها انه كمان عايز البنت التانيه. وهنا سماح قالت انا لا كنت معارضه ولا حتى شايفه ان ده غلط، البتاع اللي كنت بشربه ده كان مخلي عندي لا مبالاه خالص، كنت بروح بحاول اقنع بنت التانيه. الا ان البنات قرروا ان هم يهربوا ويروحوا يبلغوا، عشان بالفعل يروحوا اسم الشرطه ويبلغوا عن الام وعن جوزها. وبالفعل المباحث تروح وتقبض عليهم، بيقرروا ان هم يواجهوهم بالبنتين واعترفوا على نفسهم ان ده حصل، عشان بعد كام جلسه القاضي يحكم عليهم باحاله اوراقهم لفضيله المفتي. خد بالك الايس متاهه عمرك ما هتعرف تخرج منها، ولو فاكر انه زي بقيه الحاجات اللي بتاخد 6 شهور او سنه في العلاج، احب اقول لك ان في ناس بقالها اكتر من 2.5 سنين مش عارفين يخرجوا منه، وناس ثانيه خرجت منه. لكن للاسف
بيبقى كانك كده بالظبط بتغامر بحياتك، يا تصيب يا تخيب. وليه حضرتك تحط نفسك في حاجه زي دي؟ عشان ايه يعني؟ هتبقى مبسوط يوم 2 3، لكن صدقني لو عندك عيال او عندك يكفي ان اقول لك ان الواحد كان ساعات بيشوف فيديوهات امهات الشباب اللي بيشربوا الحاجات دي بيروحوا ينزلوا على رجل الشخص اللي بيبيع الحاجه دي لمجرد ان يديهم كيس لاولادهم. ما هو الفلوس كلها خلصت على الحاجه دي، ولا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تركز ولا هتعرف يبقى عندك حياه. فنصيحه من اخ اللي يقول لك مره مش هيحصل حاجه، لو صاحب عمرك سيبه. ربنا يحفظكم يا رب.